إلى كل العاملين وإلى كافة أبناء بغداد الشرفاء، ونقول لهم نحن صامدون، وإن شاء الله اليد التي تمتد على أرض العراق سوف نقطعها، ونقول لهم لولاكم ولولا دعمكم لما صمدنا، فجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله سنكون على العهد باقون دائما. بارك الله فيكم. الله يشكرك ويخليك. احنا حقيقة هذا المكان يا محمد مع الأبناء الدواعش. محمد في هذا البلد الخارجي محمد دافع عنا قوي أن نكون وياكم باستمرار وداعمينكم باستمرار إلى أن نصل إلى نقطة النهاية مع الجرذان ومع الدواعش إن شاء الله. أحييكم وأحيي لواء بدر 22 أبطال اللي طالما أثبتوا جدارتهم وقوتهم وشموخهم وصمودهم وثباتهم على الانتصار في هذه المناطق. اخوانكم قافلة ملبي نداء المرجعية المتكونة من كل اهالي بغداد. على راس انتم والمرجعية. وابنائي واولادي واخواني وعمامي كلهم في خدمتكم الى الابد. واعذرونا خاف هاي الفترة شوي طولنا عليكم ما جينا، لان عندنا ابطال موجودة هناك بالموصل، والقضية ان شاء الله منتهية قضية اسابيع وشهور باذن الله تعالى. ان شاء الله. وشو تمرون احنا حاضرين خدمتكم. عن حكاية